بعد أن نفذ إليها كمية كبيرة من المياه أثناء دورانها في ملف الدوران بمنطقة شرق بورسعيد. بعد عطل فني أصاب الماكينات فتوقفت فجأة، وقال لنا ايضا ان وحدات من هيئه قناه السويس انطلقت الى هناك، ويعني نتابع الموقف معك على مدار اللحظه. نحن نتابع الان الموقف هناك ونرصده تماما احمد باخر التطورات. الاسباب احمد، هل لديك اي معلومات احمد حول اسباب غرق السفينه او غرق الحاويه؟ هل هي مساله تخريبيه ام مساله فنيه يعني؟ لا، هي مسألة فنية تماما، هي مسألة فنية بحتة. هي أثناء ملف الدوران السفينة أحمد عندما تأتي من الشمال لتدخل منطقة شرق بورسعيد لابد وأن تدخل في منطقة الدوران حتى تتراكى وترسو على إحدى أرصفة ميناء شرق بورسعيد لتفرغ أو تشحن بعض الحمولات. أثناء هذا الدوران مع ارتفاع الأمواج تم تعطل الماكينات لسبب فني، فنفذت كمية كبيرة من المياه بداخلها. هذا على حد وصف اللواء بحري أحمد نجيب شرف رئيس هيئة ميناء بورسعيد. وانطلقت وحدات من هيئة قناة السويس لمعاونة السفينة، ونحن يعني نرصد الحالة يعني عن قرب من المصادر ونوفيكم بآخر التطورات. أحمد، تعرض الحاوية للغرق هل من الممكن أن يعيق ذلك حركة السير في مجرى قناة السويس؟ أحمد، هي ليست حاوية، هي سفينة للحاويات. سفينة تحمل للحاويات. نعم. طب يعني هل ذلك من الممكن أن يعيق حركة الملاحة في القناة؟ يعني ربما لا يحدث ذلك، لأنه يعني وحدات هيئة قناة السويس هي وحدات يعني عالية الكفاءة، ويعني نتمنى أن تقوم بالعمل الجاد حتى لا يعني يتعطل مدخل القناة الشمالي الشرقي عن العمل. هل لديك أي معلومات حول خسائر سواء في الأرواح أو في السفينة؟ حتى الآن لم تأتي أي معلومات. يعني هي كل المعلومات على مدار اللحظة ما قلته أحمد من أنها تصارع الغرق الآن، وانطلقت إليها وحدات من هيئة قناة السويس لتعاونها. نعم، شكرا جزيلا. الصحفي أحمد الجمال كنت معنا عبر الهاتف من بورسعيد حول الخبر